انت مدمنة رجالة. مساء الخير. الإدمان كلمة مخيفة بتحرك في دماغنا صور سلبية لناس بيعانوا وبيعيشوا حياة كاملة من التدمير الذاتي، ومحدش فينا يحب يردد المصطلح ده على الطريقة اللي بيتواصل بيها مع الرجالة في علاقاته. بس دي الحقيقة، كتير مننا أدمن الرجالة، وزي أي مدمن محتاجين نعترف بحجم مشكلتنا قبل ما نحاول نحلها. طب أعرف إزاي إذا كنت واحدة منهم؟ لما ترجمة الحب بالنسبة لك تبقى المعاناة من الألم، لما يكون معظم كلامك حواليه بكل ما يخصه، لما تبرري تقلب مزاجه وعصبيته ولا مبالاته على ان هي مشاكل جايه من الطفوله وتحاولي تقومي بدور طبيبه النفسي، لما تكون صفاته وقيمه وسلوكياته مش مناسبه ليكي وتتحمليها وتعتقدي في ذاتك انك لو كنتي جذابه وجميله وبذلتي مجهود اكبر هيحاول يتغير عشانك، لما تبقى علاقتك بتمثل خطر حقيقي على سلامتك العاطفيه والنفسيه والجسديه، لما تحبي راجل مش بيبادلك الحب وتتحملي مسؤوليه فشله في حبك، تحسي ان الغلط عندك وتركزي كل مجهودك في إصلاحه عشان يبادلك الحب. وكل واحدة فينا على الأقل مرة على مدار العمر حبت لدرجة الهوس وأدمنت راجل معين. عشان مليانين بالخوف، الخوف من الوحدة، خوف من إننا مش محبوبين ومش مستحقين للحب والاهتمام، خوف من التجاهل والهجر حتى لو بشكل لا واعي، بندي حب على أمل إن الراجل اللي مهووسين بيه يتولى أمر مخاوفنا. بس العكس تماما هو اللي بيحصل، مخاوفنا وهوسنا بيتعمقوا ويزيدوا عشان حيالنا وأساليبنا مش بتفيد، فبنحاول أكتر وبنحب بدرجة أكبر لحد ما يبقى إدمان. ممكن تبقى المشكلة اللي عانيتي منها في فترة طفولتك لسه مش واضحة كفاية، ممكن الأب يكون وفر بيئة فيها استقرار مادي لكن كان في جزء عميق وخفي منه بيشعر بالاستعلاء على الستات فمنعك عجزه عن حبك بصدق من إنك تحبي نفسك. ممكن سلوك أم لبنتها يبقى فيه غيرة وتنافس في الخفاء وتبقى في العلن فخورة بيه، وده يوصلك إنك محتاجة للتفوق عشان تنولي حبها ورضاها، وجواكي خايفة من شعور العداء اللي بيتكون جواها من النجاح. في النهاية الأسباب لا تعد ولا تحصى، لكن كلها جاية من حتة واحدة، مشكلات الطفولة والأسر الغير سوية والأهالي المضطربة. اللي بيميز الأسر دي هو إنكار الواقع واستحالة مناقشة اللي بيأثر على كل فرد فيها، فبنتعلم من بدري قوي ما نثقش في حدثنا ومشاعرنا، ولأن دايرة أملنا الأولى أنكرت واقع حالنا بنبدأ إحنا كمان ننكره، وده بدوره بيسبب خلل كبير في تطور الأدوات الرئيسية اللي محتاجينها عشان نعيش حياتنا بصورة أحسن ونتعامل مع الأشخاص والمواقف صح. ده الخلل اللي بيتحكم فينا كمفرطين في الحب، فبنبقى عاجزين عن التمييز لما يكون شخص أو شيء معين ضار لينا، ومن ناحية تانية بننجذب للمخاطر والخداع والتحديات لأن هي دي الصورة المكررة اللي نشأنا عليها والمألوف بالنسبة لنا. نشأتي في أسرة ما حققتلكيش قدر كافي من احتياجاتك العاطفية، فقدتي الرعاية فحاولتي تشبعي حاجتك برعايتك للآخرين، ما نجحتيش في تغيير حد من أهلك أو الاتنين عشان يبقوا حنينين ومحبين زي ما تمنيتي، فتكون جواكي استجابة عاطفية قوية للرجالة اللي بيتسموا بالبرود العاطفي واللي بتكرري معاهم المحاولة لتغييرهم عن طريق حبك. كل المؤلم والمفقود في الماضي هتحاولي تصححيه في الحاضر. بالتأكيد الموضوع كان هيبقى أسهل لو وجهنا حبنا وتعاطفنا وتفهمنا في علاقات مع رجالة سوية فيهم أمل، لكن للأسف مش ده اللي بيحصل، وبننجذب لرجالة بيستنسخوا الصراع اللي اتحملناه زمان، وبنتصرف وكأن الحب والاهتمام والقبول ملهمش أي قيمة لو ما انتزعتيهمش من راجل مش قادر يديكي ده بسهولة. عندك استعداد تعملي أي شيء وتتنازلي عن كل قيمك عشان تحافظي على العلاقة من الفشل، وكل واحدة بتفرط في الحب عاشت في طفولتها هجر عاطفي عميق، وده بيثير الرعب فينا مرة تانية، فطبيعي جدا اننا نعمل اي حاجة نتفادى بيها الشعور ده. وعندك استعداد تتحملي المسؤولية كاملة والذنب واللوم في اي علاقة، وعندك انخفاض في تقديرك لذاتك لدرجة خطيرة، ومش مؤمنة في اعماقك بانك تستهني السعادة لاننا ما تشافناش من دايرة املنا الاولى جديرات بالحب والاهتمام. فبدل ما نؤمن من جوانا اننا نستاهل نتحب لمجرد وجودنا في الحياة، بقينا مؤمنين اننا مليانين اخطاء وعيوب، وعندك حاجة ملحة للسيطرة والتحكم في الرجالة في علاقاتك بعد ما فقدتي إحساس الأمان في الطفولة. عندك إدراك كبير لشكل العلاقة اللي بتتمنيها، وعلى النقيض إنكار خطر لحقيقة الوضع اللي انت فيه. يعني بنعيش في عالم خيالي بيتحول فيه الراجل اللي بنشعر معاه بالتعاسة والسخط والغضب للشخص اللي بنثق إنه ممكن يكونه واللي في الواقع هيكونوا مساعدتنا، وده عشان إحنا ما نعرفش غير أقل القليل عن السعادة في العلاقة وتلبية احتياجاتنا. احنا بنستغل هوسنا براجل بنحبه لتفادي ألمنا وخوائنا وخوفنا وغضبنا، وبنستغل العلاقة كمخدر وما بنقدرش نواجه الاختبار اللي هنتحط فيه لو بقينا لوحدنا، وكل ما زاد الألم
بقى عندنا عامل إلهاء أكبر، لأن العلاقة السامة بتؤدي نفس مهمة المخدر القوي، وبدون وجود راجل نركز عليه الاهتمام بنشعر بأعراض انسحاب بصاحبها الاكتئاب وعدم القدرة على النوم والذعر ونوبات الهلع، عن طريق انجذابك لأشخاص بيعانوا من مشاكل وتورطك في مواقف فوضوية وغامضة ومؤلمة عاطفيا. بتتفادي التركيز على مسؤوليتك تجاه نفسك وحبك وتقديرك لذاتك، وعندك قابلية لأنك تعاني من نوبات اكتئاب وبتحاولي تتفاديها عن طريق الإثارة الناتجة من العلاقات غير المستقرة ومن خلال وجود وخلاص من غير أي كواليتي للعلاقة. وفي النهاية ما عندكيش انجذاب للرجالة اللي بيتسموا باللطف والاستقرار النفسي ويمكن الاعتماد عليهم. بتفتكري انك لما تقدمي اقصى ما في وسعك في علاقه جنسيه ده هيخلي الراجل اللي معاكي يحبك ويفضل موجود، وعاده بتظهر هنا بعض الصفات المتعلقه بشعورك وتواصلك الجنسي مع الراجل. تسالي نفسك قد ايه هو بيحبك بدل قد ايه انت بتحبيه، وبتستخدمي الجنس كواحده من ادوات التلاعب لتغيير شريك. سلوكك ورغبتك الملحه في تقديم نفسك جنسيا غرضه ارضاء شخص اخر في الاساس مش ارضائك انت. بتخلطي بين القلق والخوف والالم وبين الحب والاثاره الجنسيه، وبنطلق على الشعور بتقلص المعدة من القلق مسمى الحب. بنستمد شعورنا بالإثارة من شعوره هو بالإثارة، وما بتحسيش بالانجذاب الجنسي لراجل ما فيش ما بينك وما بينه صراع دائم. الجنس من الوسائل الرئيسية اللي بنحاول نحبه من خلالها من أجل الشفاء، عشان لما هيقتنع بحبنا هيتغير للشخص اللي بنتمنى يكون. شكل العلاقة دي عامل زي كأنك بتتعرضي لحادثة عربية كل يوم، تقلبات خطيرة، مفاجآت ومناورات، عدم القدرة على التنبؤ، وعدم استقرار العلاقة بصورة تراكمية. كل ده بيمثل صدمة مستمرة لجهازنا العصبي، واللي بعدها بيجي شعور الانتشاء، وده لأن الإدرينالين متوفر بنسب عالية جدا. ولو كنتي شخص بيعاني من الاكتئاب تلقائيا هتدوري على المواقف اللي بتسيبك في حالة إثارة عشان تفضلي منتشية بدرجة كبيرة تمنعك من الاكتئاب. والحلقة الجاية هقول لكم نتعافى ازاي من إدمان الرجال. أنا آية شعيب، اللي ليلتكم فيها نجوم وضحك كتير.